السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو تنويع في الأكل للسلحفة. ليه دايما أنا بقول في معظم فيديوهاتي أو في معظم الكومنتات اللي بتجيلي لازم ننوع للسلحفة في الأكل؟ لأن كتير بيقولولي يا مدام نانا احنا السلحفة بتاعتنا ما بتحبش الا نوع معين بس في الأكل، فاحنا ما بنحط لها نوع تاني، بترفض الاكل وبتسيبه وتمشي. وده طبعا بتحصل مع سلاحف كتير، بس احنا في الوقت ده ما نستسلمش خالص، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. طبعا السلاحف زي أي كائن حي محتاج فيتامينات، معادن، ألياف، كالسيوم بنسب معينة، عشان طبعا الفيتامينات والحاجات دي والتنويع في الأكل عامة بيعطي السلحفة كل احتياجات جسمها، وبيقوي عندها جهاز المناعة. طبعا لو جهاز المناعة بقى قوي عند السلحفة، معنى كده ان هو هيقدر يحارب اي مرض. اما لو جهاز المناعة ضعف عند السلحفة، للأسف الشديد بيبقى جسمها فريسة لأي مرض، بتتعرض لأي مرض بسهولة. فعشان كده دايما بننصح التنويع في الأكل. سبق وعملت اكتر من فيديو ازاي نقدر نخدع السلحفة بطريقة شيك كده وجميلة، لان السلاحف ذكية جدا، وازاي نقدر ندخل لها نوع اكل جديد عشان تقدر تتقبل النوع الجديد مع النوع اللي هي بتحبه. اول حاجة لما بنقدم للسلحفة اكل زي نظام سلطة كده، زي ما حضراتكم شايفين بنقطعه قطع صغيرة. طبعا الورقيات اللي هي الخس، الجرجير، الشبت نقدم، لان الاوراق بتاعته بتبقى ضعيفة وسهلة ان هي تتاكل. اما الجزر بيبقى جامد جدا، الخيار جامد، الكوسة ممكن. الحاجات دي لازم نبشرها او نقطعها قطع صغيرة، عشان طبعا السلحفة ما عندهاش اسنان فتقدر تاكلها بسهولة. وكمان لما تيجي تفتح بقها والاكل يبقى صغير، هتقدر فتحة البق دي ممكن تاخد فيها قطعة جزر، على قطعة جرجير، على قطعة كوسة، على قطعة خيار، على قطعة خس كده يعني. فلازم واحنا بنقدم للسلحفة الاكل طبعا لازم كمان يكون فريش. السلحفة بتحب الاكل الفريش جدا، ما بتحبش الاكل الدبلان اللي هو بيبقى بايت، او مثلا الورق بتاعه لونه متغير، او الخيار منزل ميته كلها ودبلان. لا، ما بتحبش كده خالص، بتحب الاكل فريش. تمام. فطبعا لما ننوع في الاكل هنضمن صحة سليمة، الصدفة كويسة خالية من اي امراض ومن اي بكتيريا. واحيانا بتظهر كده في الصدفة زي حفر بيضة كده وحاجات من دي. ده كله من قلة التنويع في الاكل. يا رب الفيديو يكون فات حضراتكم. ما تنسوش اللايك الحلو والكومنت الحلو.